السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في منطقة ميامي عند كوبري السادات. هنعرف كمان اسماء واسعار الشواطئ الموجودة في منطقة ميامي. احنا دلوقتي نزلنا في النفق اللي بيودي على كورنيش البحر، لان في انفاق تانية بتودينا على الشواطئ على طول، يعني ننزل النفق يودينا على طول على الرملة اللي على الشاطئ. بصوا بقى تصميم النفق عامل ازاي غير الانفاق المعتادة اللي احنا بنشوفها. الشاطئ اللي قدامنا ده اسمه شاطئ جزيرة الدهب، سعر دخول الفرد فيه ب25 جنيه. شاطئ بصراحة حلو قوي والمية جميلة جدا زي ما احنا كده شايفين، والجو في اسكندرية حلو قوي. كمان الشاطئ ده هنلاقي فيه كده قعدات حلوة قوي، كراسي وترابيزات، وكمان هنلاقي ألعاب للأطفال. هنلاقي بقى ترامبولين وهنلاقي المراجيح، وكمان هنلاقي بقى الزحاليق، وفي كمان بدلات البحر. الشاطئ اللي هناك ده اسمه شاطئ البرويفاج المميز، سعر دخول الفرد فيه برضو ب25 جنيه. زي ما احنا كده شايفين بيبقى فيه فاصل بين الشاطئ والشاطئ التاني. بصوا بقى هنا الكراسي والترابيزات. الجو حلو قوي في اسكندرية. طبعا احنا دلوقتي في اول شهر 6، شايفين بس في كمان زحمة. وكمان هنلاقي طبعا الازدحام بيكتر كمان في شهر 7 و8، يعني هنلاقي الشواطئ دي كلها كده مزدحمة جدا. الاول كان الشواطئ دي كلها اسمها البوريفاج، وبعدين اتقسمت ل3 شواطئ: جزيرة الدهب والبوريفاج ومحمود سعيد. زي ما احنا كده شايفين المميز في الشواطئ دي انها شواطئ واسعة جدا. ال3 شواطئ، جزيرة الدهب او البوريفاج او محمود سعد، تعتبر شواطئ واسعة جدا. طبعا هنا بقى الممشى اللي على الكوبري شكله حلو جدا، وكمان التمشية حلوة قوي هنا على البحر. وشايفين بقى الكوبري نفس تصميم البرجولات دي زي كوبري ستانلي بالظبط. اللي حابب بقى هنا يتمشى كده على الكوبري او يتصور، فهنا المنظر بصراحة حلو جدا. شايفين بقى العربيات اللي طالعة من تحت النفق دي رايحة المنشية ومحطة الرمل وسيدي جابر ومحمد نجيب. كمان في اخر الفيديو هقول لكم على اتجاهات بالنسبه للعربيات بقى اللي بيروح الطريق الدولي او بيروح محطه الرمل بيروح ازاي. ده هقوله لكم في اخر الفيديو. شايفين بقى المصطفين جوه البحر. طبعا الجو برضو حر الايام دي، فطبعا شايفين بقى هنا الزحمه، واحنا لسه في اول شهر 6. كمان هنلاقي هنا البحر طبعا زي ما احنا كده شايفين الوانه حلوه جدا، والموج كمان مش عالي خالص. ده كده شاطئ جزيرة الدهب. احنا كده من فوق كوبري السادات. شايفين بقى التمشية بصراحة حلوة جدا، يعني لو مش عايزين تنزلوا البحر او تنزلوا الشاطئ اتمشوا بقى هنا على الكوبري. على يمين الصورة الاتجاه ده اتجاه المنظرة والمنتزه والمعمورة، وخلف الصورة هنلاقي نفق السادات، وهنلاقي بقى العصافرة قبلي، وهنلاقي خالد ابن الوليد وشارع جمال عبد الناصر. وعلى شمال الصورة شاطئ محمود سعيد، وبعد كده بقى هنلاقي طبعا بير مسعود، وهنلاقي سيدي بشر، وهنلاقي شواطئ زي ميرامار، وشاطئ ادوارد الخراط، وكمان شاطئ سيدي بشر. بعدين هنلاقي بقى توسعة الكورنيش في الشواطئ بقى اللي هي مش موجودة معانا الصيف ده، زي شاطئ ايناس حقي، وشاطئ ابو هيف، وكمان اسحاق حلمي. ده شاطئ محمود سعيد، ده سعر دخول الفرد ب25 جنيه. طبعا طوروه، حطوا زي صخور كده في المية، زي كده حوطوه، طبعا خلى بقى الشكل كده زي البسين. يبقى كده شاطئ البروفيج وشاطئ محمود سعيد وكمان شاطئ جزيرة الدهب، كل ده سعر دخول الفرد لحد دلوقتي 25 جنيه. لسه بقى مش عارفين هل السعر ده هيزيد بعد كده في الشهور الجاية ولا لا.
ده كده شكل شاطئ محمود سعيد من قريب. طبعا شايفين بقى شماسي والصخور اللي حاطينها. في كمان ناس بيطلعوا على الصخور دي عشان يصطادوا. الإقبال من المصطادين طبعا كبير جدا على الشواطئ دي. عشان طبعا الشواطئ دي واسعة جدا ولحد ما طبعا سعرها كويس. ودلوقتي هقول لكم على الاتجاهات الخاصة بنفق السادات. ده نفق السادات هنلاقي فيه 4 حارات. الاتجاه السطحي على يمين الصورة ده اللي جاي من المنشية أو محطة الرمل أو سيدي جابر وعايز يتجه للطريق الدولي أو 45 أو ميامي. أما الحارة التانية اللي على يمين الصورة طبعا الاتجاه ده اللي جاي من تحت النفق، جاي بقى من أبو قير أو المنتزه أو المعمورة ورايح للطريق الدولي أو العصافرة قبلي. أما الحارة التالتة اللي جاي بقى من الطريق الدولي أو ميامي أو 45 ونازل تحت النفق ورايح محطة الرمل أو بحري أو سيدي جابر. أما الحارة الرابعة السطحي ده اللي جاي من ميامي أو 45 ورايح أبو قير أو المعمورة أو المنتزه أو المنظرة. وبكده جولتنا خلصت النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.